تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو السلام حول العالم أينما كنتم، أحييكم في حلقة جديدة ويتجدد اللقاء بكم في برنامج خطوة معي أنا خديجة برهان. عنوان حلقة اليوم هو استكمال للموضوع كيف ينظر الرجل إلى المرأة المثقفة. في الحقيقة وردتنا وجاتنا كثير من الأسئلة والتساؤلات والنقاشات في هذا الموضوع، وتفرع يعني الكلام فيه إلى جوانب مهمة جدا. طبعا الهدف من طرح الموضوع ليس هو عشان نكون في حالة جدال أو حالة صد ورد أو أخذ وعطاء، إنما حتى نضع يعني أيدينا مع بعضنا البعض حتى نعرف فين المشكلة، كيف ينظر الرجل للمرأة، هل المرأة تتأثر برأي الرجل فيها، هل رأي المجتمع يؤثر على المرأة إذا أرادت أن تكون متعلمة أو مثقفة، كيف ينظروا لها بنات جنسها. الكثير من الأسئلة طرحناها نحن في الحلقة الأولى والثانية، وعندنا كمان مزيد من التساؤلات في هذا الجانب. فعندنا من ضمن الأسئلة اللي وردت اللي هو هل الرجل بالفعل تتغير نظرته للمرأة إذا كانت مثقفة أو غير مثقفة؟ والمرأة لما تصير مثقفة كيف تنظر للرجل؟ هل تنظر له هي في نفس المستوى الثقافي اللي هي فيه، ولا من تنظر له من فوق، ولا تنظر له من تحت؟ كيف الزاوية اللي تتخذها في الحكم عليه والنظر إليه كيف هي تكون، وإيش الأسباب؟ وهل المرأة بالفعل تمارس اللي هو التكبر والتنمر على الرجل لما تصير مثقفة؟ كيف يحدث هذا الشيء؟ طيب إيش العوامل اللي أوجدت هذه النظرة المختلفة؟ ليش تغيرت هذه الأشياء كلها؟ ليش وجدت هذه النظرة أساساً؟ إيش الأشياء اللي قوت هذه الأمور؟ والمرأة لما تكون مثقفة لماذا تستخدمه كسلاح ضد الرجل بدل ما تستخدمه السلاح مع الرجل لمواجهة الحياة ومواجهة التحديات؟ وأخيراً، هل الثقافة والعلم الذي يكون عند المرأة هو المشكلة، ولا طريقة تعامل المرأة مع هذا العلم والثقافة اللي تكون عنده؟ طبعا هذه شيء بسيط من الأسئلة التي وردتنا والنقاشات اللي صارت. هنحاول بإذن الله تعالى في حلقة اليوم نحن نسلط على الموضوع من كل ناحية ونشوف فين الخلل وإيش الحلول الممكنة. طبعا الحلول الممكنة لما نقول ممكنة عندما نقرر نحن نطبقها ونخطو بها خطوة إلى الأمام في تغيير هذه النظرة. نحن ذكرنا أن المرأة في الأصل يعني في وقتنا الحالي، المرأة سواء كانت الإريترية ولا المرأة بصفة عامة، مسألة أنها تكون متعلمة ومثقفة هذا مطلب، يعني توفر الظروف متوفرة أنها تكون متعلمة ومثقفة. لكن المرأة في الحقيقة لما تخطو هذه الخطوة هي دائما في حالة خوف بسبب أن المجتمع نفسه ما بيتقبل المرأة المتعلمة تعليم أعلى من الرجل. النساء بنات جنسها يخافوا من هذا الاختلاف أو الشيء المختلف الذي أتت به، فبالتالي هم أول من يعني يحبطوها في ذا الجانب، إنه إيش حتسوي بهذا العلم، وفلانة لما تعلمت صار فيها، وآخرة هذا العلم أصلا إيش هو الزواج، ومصيرك يعني الزواج والأولاد، ما أدري مصيرك الزواج والأولاد كأنه هو المصير النهائي في الحياة. يعني طبعا هذه الأشياء النساء يعني يقولوها لبعضهم البعض، إما على سبيل الحسد والغيرة، وإما على سبيل الخوف على التي سوف تقدم على التعلم، فما يبغوها تنصدم مع أي شيء.
يأتي الرجل، رأي الرجل هو يمثل رأي المجتمع، يعني المجتمع أساسا كله يعني يحكم برأي الرجل صار. يجي الرجل تعجب المرأة المتعلمة والمثقفة لكن عن بعد، يعني ما يقترب منها، ما يقترب منها لما نقول ما يتخذها في علاقة زواج، لما يبغى يتزوج ما يتزوجها، لكن يشيد بها ويحترمها ويقدرها بعيدا عن علاقة الزواج. وسبب أن الرجل بطبيعة الحال، طبعا احنا لما نقول الرجل مش كل الرجال، نحن بس نقول الفكرة العامة. الرجل يحتاج المرأة تكون مطيعة، ولما نقول تكون مطيعة يحتاجها تكون مطيعة طاعة عمياء، ما تناقشه ولا تجادله ولا تصد وترد معه، ولا انه تقول رأيها ويطلع رأيها احسن من رأيه. يحب انه لما يقول لها شيء تقول طيب وحاضر وخلاص. تسأله ما في مشكلة، لكن تناقشه لا، النقاش هذا شيء مزعج. فهذا الشيء يرفضه الرجل اللي هو متوفر عند المرأة المثقفة والمتعلمة، لأنه هي بسبب هذا العلم والثقافة اللي تكونت عندها ما تقدر تقبل أي شيء على عماه، إنما لازم تسأل وتتحقق وتتوثق من إنه الكلام ده صحيح، إنه القرار ده صحيح. المرأة المتعلمة والمثقفة تنظر للمستقبل، ما تعيش في الماضي ولا تعيش في الحاضر اللي هي فيه، إنما تنظر للمستقبل، نبغى نصير كذا، نبغى نسوي كذا، ونبغى نفعل كذا. هذه الأشياء لأنها محل نقاش الرجل ما يحبها، فبالتالي يقول المرأة المتعلمة هذه إنسانة مزعجة، لا توفر هدوء في البيت ولا تسعد الرجل ولا تحقق له الهناء الذي يريده، فيطلق هذا الكلام كده يعني للمصلحة. فالمجتمع يجي يتبنى هذا الكلام ويرفض وجود المرأة المتعلمة بقوة، يشجعها في جانب، لكن كزواج وأنه يحطها على رأس العائلة وهرم العائلة ويقبل منها، يبدأ يشكك في هذا الموضوع ويرفضها. فهنا المرأة تخاف تتصادم مع الرجل ومع المجتمع، فتلاقيها أنه هي قبل ما تتزوج ممكن تتعلم، ممكن تتثقف، ممكن أي شيء، لكن بمجرد ما تدخل القفص الذهبي وتتزوج تتوقف المرأة عن التعلم، لأنه خلاص هي تشبعت من فكرة أنه آخر المرأة آخرتها إيش؟ آخرتها البيت هو الزوج والمطبخ، فخلاص تشبعت بهذه الفكرة. طبعا هذه هي الصورة العامة الموجودة، لذلك نرى أنه نحن المرأة أصبحت تتعلم تحدي حتى تثبت نفسها، وحتى تثبت أنها أفضل من الرجل، وأنها أفضل من المجتمع، وأن هي تساعد في المجتمع وفي نهضة المجتمع. ودخلت في خضم التعليم هذا بشكل خلينا نسميه زي عملية، يعني الكبت اللي كان عندها طلعته. طبعا برضو نرجع نأكد نحن مو قصدنا كل النساء، إنما احنا جالسين ناخذ الفكرة العامة في الموضوع هذا كله. فتبدأ لما تتعلم تصير متطلبة لما نقول أول شيء متطلبة في نمط الحياة، تبدأ تختار الحياة اللي تبغى تعيشها، ما تقبل بعيشة أهلها ولا عيشة المجتمع ولا عيشة الناس ولا أي شيء، ترفض هذا كله وتجلس في حرب وصد ورد وصدام معاهم. ولما تبغى ترتبط لن تقبل بأي رجل، تبدأ تنقي الرجال، تنقي الرجل اللي تبغى ترتبط فيه. أول شيء تنقيه من خلال الكفاءة العلمية، فهنا تكون هي خرجت من الطريقة الصحيحة في اختيار الزواج على طريقة الإسلام، أنه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هنا الموضوع يعني يتنحى ويصير من هو الرجل الكفء بالنسبة لها هو الكفاءة بالتعليم والشهادة وبالثقافة، فتبدأ تبحث عن هذا الرجل وما تقبل تتزوج إلا هذا النوع من الرجل. طب لو جاها رجل كويس وصالح وأقل منها، ترى أن هذا الأقل منها علما وثقافة هو مشكلة، ما حتقدر تنسجم معاه، ما راح تقدر تتفق معاه. فتبدأ تحكم على الأمور من خلال ما تعلمته هي، مش من خلال فكرة الإسلام في موضوع الزواج والارتباط، ولا فكرة أنه الأشياء ما تشكل فرق، يعني ما هي شيء أساسي نقف عندها ونتناقش فيها. يعني في أساسيات مهمة جدا في الزواج. فبالتالي الشهادة، طبعا الشهادة الجامعية مش من ضمن الموضوع هذا كله، يعني مش من ضمن الأساسيات، لكن المرأة المتعلمة تجعلها شرط أساسي في الارتباط بهذا الرجل. فبالتالي أي نوع من الرجال يبغى يقبل عليها، ما في ولا نوع من الرجال يقدر يقبل عليها، لأنه سلفا هو هذه الفكرة منتشرة صارت، فالرجل يقول أوه ما راح تقبل فيا، أنا دحين ما عندي لا شهادة ولا شيء، شايفة نفسها هي ما راح أتزوجها، ما راح أحرج نفسي معاها، ما إلى آخره، ويتوقف.
فتبقى المرأة المتعلمة والمثقفة هي اللي تتأخر في الزواج، وغيرها الأقل منها علما وثقافة طار الزواج ركبته ومشيت فيه كمان. أو إذا قبلت إنها تتزوج الرجل الأقل منها ثقافة وشهادة جامعية تبدأ تمارس عليه علمها يعني ضده. كيف؟ تبدأ تستعرض علمها. طبعا استعراض ده قلنا احنا المرأة عندها يعني حالة عدم رضا من ما حدث لها في السابق من رفض المجتمع والنساء والرجل لها كمتعلمة، فتبدأ تظهر نفسها أن هي المتعلمة، هي الفاهمة، هي تقدر تشتغل ويكون مدخولها أفضل، هي تقدر تناقش وتشارك، هي محط اهتمام الجميع لأنها امرأة متعلمة ومثقفة. فهي هذا الاستعراض اللي تسويه قدام الرجل يصير الرجل يعني يحقد عليها أو ما يحبها أو يرفضها أو في حالة صدام على طول معها. فسوء استخدام هذا العلم أدى إلى وجود فجوة بينها وبين الرجل، فيعمل الرجل على إيش؟ على زي ما يقول يقصقص أجنحتها، فيبدأ يقول لها لا ما أبغاك تشتغلي، نحن محتاجينك في البيت أكثر، أو ما أبغى، خلاص كفاية عليك هذا العلم، أو يضع لها العراقيل وهي تحاول أن تبتعد يعني أو تقاوم هذه العراقيل والعقبات اللي يضعها، فيدخلوا في صدام طويل عريض ما ينتهي إلا بالطلاق. فيطلع سمعة أنه المطلقات المتعلمات هن الأكثر والغير متعلمة وغير المثقفة هن الأقل، فيبدأ النساء الثانيين ما تبغى تصير مطلقة فتخفف من حدة التعلم اللي تصير فيها المرأة. بهذا الشكل الأمور ماشية. وهذا احنا حقيقة احنا ما قاعد نتكلم أنا من خيال، إنما لو نلاحظ احنا ونراقب حنلاقي إن هذا الذي يحدث. المرأة تبدأ تتعلم وتبدأ تتصادم مع الجميع، والرجل في مكانه، أو الرجل خلاص دخل معترك الحياة، فبالتالي مش حيقعد يموت نفسه في الدراسة والعلم وإلى آخره، عنده أشياء ثانية يحققها. فيبدأ الرجل والمرأة يتصادموا في هذا الجانب بدون النظر لعواقب تصرفاتهم هذه كلها. طيب نحن إيش نبغى من هذا كله، من هذا الكلام كله؟ هذه هي المشكلة الأساسية. الآن نبغى نتكلم فيما يعني كيف يتم النظر للموضوع بطريقة أفضل. يعني نظرة الرجل للمرأة المثقفة أصبحت بهذا الشكل، ونظرة المرأة المثقفة للرجل أصبحت نظرة علوية تنظر له من فوق، فصاروا ما يلتقوا في الخط المنتصف، ونسيوا تماما أن هي امرأة مسلمة وهو رجل مسلم، والموضوع مختلف تماما، وموضوع أنه المرأة تتعلم وتتثقف مختلف تماما، بل هو مطلب عظيم جدا من مطالب الإسلام تجاه المرأة، وحق للمرأة يعني لازم تاخذه وتحصل عليه بشكل طبيعي تلقائي، ما يبغى له لا تكلف ولا انه الرجل افضل شيء هو اللي يتعلم والمرأة ما في مشكلة، ايش حتحتاج علمها والكلام ده اللي فيه استنقاص من شأن المرأة. الاستنقاص من شأن المرأة طبعا يشعرها هي ان هي تابع، هي دائما تحتاج الى الرعاية، وهذا كمان يستفيد منه الرجل اذا كانت المرأة غير متعلمة، تظل دائما تحت مظلته، تحت رعايته، تحت حمايته، تحت عقله، تحت ماله، تحت سيطرته. فهذا الذي يحتاجه الرجل، وهذا الذي ترفضه المرأة لما تكون متعلمة. فاحنا شفنا انه الموضوع اخذ بعد اخر، وصاروا بعض النساء مثلا تتكلم عن موضوع التعليم من منطلق إذا تطلقت المرأة مثلا أو إذا مات زوجها وكانت هي متعلمة تقدر تكون بهذا الشكل، تصير وتصير وتفعل 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 وتفعل. والحقيقة أنه كل هذه الأشياء يعني مختلفة تماما إذا جينا نحكم عليها وننظر لها كيف نظر الإسلام لموضوع تعلم المرأة وثقافتها، وكيف نظر الرجل المسلم لعلم المرأة وثقافتها. احنا طالعين فاصل، وبعد الفاصل راح نرجع نتكلم عن أهم الأشياء اللي تساعد أن المرأة تخطو خطوة نحو التعليم المفيد البناء، وخطوة في اتجاه الرجل بطريقة صحيحة جدا. لا تروح بعيد، خليكم معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات.
ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل موضوعنا المثير للجدل: كيف ينظر الرجل للمرأة المثقفة. طيب، أول خطوة نحن نبغى نطرح هذا السؤال: أي نوع من الثقافة والعلم اللي احنا نبغاه للمرأة المسلمة؟ أول شيء الثقافة والعلم اللي احنا هنحتاج أن المرأة تركز عليها وتتعلمها وتتثقف فيها وتكون فيها أكثر علما هي الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية لما نقول الثقافة المتعلقة بفهم ما لها وما عليها والحقوق والواجبات المطلوب أنها تعرفها، يعني سواء كانت زوجة ولا كانت غير متزوجة، وتعرف الأحكام الشرعية وتعرف العلوم المناسبة لكونها امرأة ولكونها مربية أجيال ولكونها أم وزوجة. طيب، هذه هي الثقافة الإسلامية اللي احنا نبغى المرأة تركز عليها وتتعلمها، وما تتعلم وما نشجع احنا أساسا على تعلم الثقافة الغير إسلامية، الثقافة اللي جاية من مجتمع لا يحكم بالإسلام، مجتمع لا يعيش فكرة الإسلام، مجتمع كلامه كله ليس فيه ذكر لله ولا لقدرة الله ولا أي شيء، إنما فيه فقط عمال للعقل ولقدرة البشر وإلى آخره. فهنا مهم جدا اختيار نوعية الثقافة. ليش؟ لأن الإنسان، المرأة ولا الرجل، الثقافة والعلم، نوعية الثقافة والعلم التي يأخذونها ويتلقونها تأثر على طريقة تفكيرهم وسلوكهم. فكل ما كانت المرأة ثقافتها ثقافة إسلامية وعلمها من العلوم النافعة لها وللآخرين، راح يتأثر سلوكها وردة فعلها ومشاركتها بهذه الأشياء مع زوجها ومع المجتمع حولها. طيب، إذن هذا أهم شيء. طيب، ممكن تيجي واحدة تقول: طب لو أبغى أتعلم أنا مثلا علم الهندسة وما علم الهندسة وأبغى أدخل التخصص في الجامعة التخصص الفلاني وعلاني، ما في مشكلة، كل هذا ما في مشكلة، بالعكس تعلمي إن شاء الله، تعلمي علوم الذرة. لكن السؤال المهم: أنا ليش أبغى أسوي هذا الشيء أو ليش أبغى أتعلم هذا الشيء؟ يجب أن نسأل أسئلة مهمة جدا قبل أي شيء. لماذا أريد تعلم هذا العلم ولماذا أريد أن أخذ بهذه الثقافة؟ السؤال هذا الإجابة عليه هي اللي حتحدد طريقة تعاملك مع هذا العلم لما تخرج به إلى المجتمع، ولما تشاركي به في المجتمع، ولما تدخلي فيه في حياة زوجية، ولما تستخدميه في تربية أبنائك. إذن هذا الشيء مهم. إذا كان والله العلم اللي أنا أبغى أخذ فيه حتى فقط يقال عني عالمة ولا مثقفة ولا عشان أباهي به أمام الناس، فمعناه هذا العلم راح يأتي بشؤمه على صاحبته، وهذا معروف. يعني من تعلم علما ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبه الله أظن على وجهه أو كما قال. إنما يعني هذه من الأشياء مهمة جدا الإنسان يسأل نفسه: ليش أنا قاعد أتعلم هذا العلم؟ ليش قاعد أخذ هذا الكورس؟ ليش قاعد أدرس هذا التخصص أفني فيه عمري؟ إيش الهدف منه؟
عشان أكون إنسانة قوية علما وفهما وأقدر أساعد زوجي اجتماعيا وماديا، وأساعد في نهضة المجتمع وفي تربية أبنائي وفي توعية النساء من حولي وبنات جنسي. هذه نية جيدة، إنما الأعمال بالنيات. لكن إذا كان المقصود بهذا العلم والثقافة اللي تأخذها المرأة والله عشان يعني أواجه فيه الرجل وأواجه فيه المجتمع وأقاتل وأحارب وإلى آخره، فهذا ما سوف تحصل عليه. ما تركز عليه هو ما تحصل عليه ببساطة يعني. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. النية اللي ينطلق فيها الإنسان عند قيامه بهذا النوع من الأعمال في طلب العلم هو النتيجة التي سوف يراها أمامه. لا يمكن واحدة تكون تتعلم علم نافع في خير لها وللنساء وللرجل وكل شيء وتتصادم مع الرجل ولا تتصادم مع المجتمع، لا يمكن. هذا شيء غير منطقي أساسا وغير مقبول، وحتى بالعقل ما بيصير يعني. ليش؟ لأنه الهدف تبعها هو أنها تنفع نفسها وتنفع الآخرين، فهي حتنطلق من خلال البحث عن منفعة الآخرين وبحث الأساليب في إيصال هذا العلم، هو ذا الشغل الشاغل لها. فلما تكون هذه المرأة متزوجة مثلا وهي عندها هذا العلم الكثير جدا والثقافة العالية جدا، كيف حتتعامل مع زوجها؟ حتتعامل مع زوجها كأنه هي ما تعرف ولا شيء في الدنيا. ليش؟ حتى لا تعطيه شعور أنها تعلم شيء، حتى تسمع منه. ولما تسمع منه هي حتأثر عليه بطريقة غير مباشرة بالأسلوب هذا، وبأسلوب الطرح الممتاز جدا اللي فيه تترفق وتنظر له أنه هو زوجها والقائم عليها وأنها هي زوجته بهدوء جدا. راح تطرح عليه الأفكار اللي هي تحتاج أنها تناقشها معه بدون ما تتصادم معه، وحتوصل معاه للنتيجة المرجوة. لأن المرأة اللي عندها علم مبارك وعلم طيب وعلم مما يحبه الله ويرضاه، الله سبحانه وتعالى يلهمها الأسلوب. حيلهمها الأسلوب لأنه هي أساسا حتفكر في الأسلوب قبل عرض المادة اللي عندها. أما إذا كانت هي والله جاية بالعلم تبعها وتتناقش مع زوجها كأنهم أنداد ولا أي شيء، فهنا هي تقلل من احترامه وتقلل من مكانته ومنزلته أمام عينها، فبالتالي الرجل حيستخدم سلطته كرجل ويحاول يقمعها ولا زي ما يقولوا يحبطها. فهنا مهم جدا إذا إيش الأساس وإيش النية التي نوتها المرأة أثناء طلبها للعلم. طبعا لما نقول علم أي علم، إيش النية الأساسية في هذا العلم؟ هل عشان أنفع به الأمة الإسلامية، أنفع به مجتمعي، أنفع به زوجي، أنفع به أبنائي، ولا لا؟ إذا هذا شيء مهم جدا. لازم المرأة تعرف إيش نوع الثقافة اللي لازم تتثقف فيها والعلم اللي تطلبه حتى تستطيع أنها تساهم وتشارك في هذا الشيء. طيب بعد كده إيش لازم يكون معناها؟ حتستخدم المرأة هذا العلم وهذه الثقافة اللي أخذتها في الوقوف بجانب الرجل ودعمه وتقوية مكانته. ليش؟ الرجل ينشغل في الحياة بطلب الرزق وتأمين الحياة لزوجته وأبنائه وإلى آخره، ما عنده الوقت الكافي حتى والله يجلس يتفرغ يقرأ الكتاب الفلاني ولا يأخذ الدورة الفلانية ولا أي شيء، حيكون فاته شيء كثير. لكن مع المرأة العاقلة المتعلمة والمثقفة ما راح يفوته شيء، والسبب ان هي حتنقل له كل اللي قاعدة تتعلمه هي، والوقت الذي أتيح لها بفضل انه هو قاعد يسعى لراحتها وراحة أبنائها. إذن الفضل يعني في الأول والآخر ولله طبعا، ثم لهذا الرجل جالس يسعى حتى انه يكون عندها هذا الوقت وهذا المال انها تتعلم، هي راح تنقل له هذا العلم بشكل غير مباشر. فالمرأة لما تيجي تتعلم وتتثقف وهي تحت مظلة الزوج لازم تتذكر أول وآخرا أنه لولا هذا الزوج ولولا ما يفعله ما كانت قدرت هي تتعلم، فلا تنسب الفضل لها يعني على الإطلاق. ممكن نيجي نقول طب بعض الأزواج والله يمنعوا المرأة وإلى آخره، برضو يعني في خير. لولا أنه منعك ما حرضك على التعلم، لولا أنه عاندك ما عاندتي أنت في طلب العلم، فبالتالي في وجه آخر في الأمر هذا في خير. لا تتوقع المرأة لما تكون متزوجة وتطلب العلم ولا تصير مثقفة أن الرجل يعني خطوة بخطوة راح يوافق معها ويكون يأيدها، لا، مو بالضرورة هذا الشيء، لأنه هذا الشيء هي رغبتها، فهي لما تقوم به فإذا لقيت والله منه مساندة فالحمد لله. لكن لما ما تلاقي منه المساندة والتشجيع على هذا الأمر، برضه هي لازم تنظر للموضوع بشكل إيجابي وتقول لولا أنه هو عاندني أنا ممكن ما كنت طلبت العلم هذا. ممكن أنت من نوعية النساء اللي ما يمشي معاهم إلا الرجل لما يعاند عشان تطلب العلم. طيب إيش أهمية هذا كله بالنسبة للعائلة للأسرة؟
المرأة المتعلمة والمثقفة فيها خير كثير. احنا ما نقلل طبعا من شأن أمهاتنا اللي ما تلقوا العلم والثقافة، لأن هم أنجبوا كمان يعني وربوا تربية ممتازة جدا حتى فوق الممتاز. لكن لكل وقت أذان، فهذا الوقت اللي احنا فيه نحن نحتاج تكون المرأة متعلمة ومثقفة حتى تكون تربيتها لأبنائها عن علم وفهم وبينة وخطة، تكون فاهمة تحديات العصر والواقع الحديث اللي احنا عايشين فيه والمشاكل اللي قاعد تحدث فيه، حتى تستطيع انها تكون تقف في وجه هذه الأشياء وتستطيع انها تؤمن أبنائها وبيتها. انشغال الرجل بالحياة خارج البيت بطلب الرزق والسعي والتنقل وهو إلى آخره يجعل في عنده حالة غياب مستمرة في هذا البيت. من يستطيع أن يسد هذا كله؟ هل هي المرأة المتعلمة المثقفة ولا المرأة اللي ما عندها علم ولا ثقافة؟ أكيد تقدر تسد المرأة المتعلمة، لأنها هتعمل على الدورين، يعني تغطي دور الأب وتغطي دور الأبناء، وتقدر تغطي اللي هو الأخطاء اللي تحدث في المجتمع وتقوم بتصحيحها أثناء تربية أبنائها. فهنا المرأة المتعلمة والمثقفة هي الثروة في حياة الرجل وحياة أبنائها وحياة مجتمعها وحياة كل النساء من حولها، إذا هي عرفت كيف تستغل علمها وثقافتها، وإذا هم عرفوا كمان كيف يسمعوا لها ويستغلوا ما عندها من خير وعلم عظيم جدا. طالعين فاصل وراجعين لكم نكمل أهم الأشياء ونجاوب على كم سؤال جانا يعني في هذا الموضوع. طالعين فاصل، لا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. طيب احنا كنا قاعدين نقول انه المرأة المتعلمة والمثقفة والنية التي ترويها اثناء التعلم والثقافة هذا له دور كبير جدا، وذكرنا انه المرأة الاصل ان هي تستخدم علمها هذا كسلاح مع الرجل وليس سلاح ضد الرجل، وكمان الرجل يجب ان يستخدم علمها هذا سلاح معها وليس ضدها. يعني ما ينفع ان الرجل يقول للمرأة يشجعها على التعلم والتعليم والى اخره وفي الاخير هو اللي يحاربها، لانه هذه ازدواجية يعني غير عدم صدق مع النفس. خلاص المفروض موضوع العلم والثقافة ده بالنسبة للمرأة حق من الحقوق وليس شيء يعني يتفضل فيه الرجل ولا المجتمع على المرأة. واحنا قلنا ان لو يعني بسبب غياب الوعي
وبسبب الجهل اللي عندنا وبسبب قلة العلم اللي عندنا نفكر إنه بعض الأمور اللي هي حقوق أساسا هي شيء مما تفضل به المجتمع على المرأة، وهذه الحقيقة طبعا خاطئة تماما يعني. إنما الشيء الصحيح أنه العلم وطلب العلم هو حق من حقوق الرجل وحق من حقوق المرأة، وكلاهما في هذا متساويان جدا. الجوانب المشرقة اللي احنا نذكرها دائما في موضوع تعلم المرأة وعلمها وكيف ينظر لها الرجل عندنا في الإسلام يعني نماذج مشرقة جدا. سعيد بن المسيب كان عنده درس في مسجد ودائما يحضره كل الطلاب. في مرة من المرات واحد من طلابه لم يحضر هذا الدرس. عندما سأل عنه قال له ليش فلان ما قاعد يحضر الدرس في حلقتي؟ أخبروه قالوا له زوجته ماتت. فلما ماتت عرف إنه زوجته ماتت راح يعزيه في بيته. فلما عزاه قال له إيش عندك؟ قال له خلاص زوجتي ماتت ما عندي أحد وخلاص أنا وحيد يعني. قال له طيب، لما شاف عليه سمة الصلاح والتقوى والحرص على طلب العلم قال له إذن أزوجك بنتي، ما رأيك؟ خطبوا لبنته. ليش؟ شاف فيه مقومات الرجل الصالح. فتقبل فيها؟ قال له أقبل فيها. فبعد كده اليوم اللي بعده كان الرجل جالس يفكر يقول أنا أتزوج الآن بنت سعيد بن المسيب وأنا ما عندي في بيتي ولا شيء وأنا فقير معدم ولا عندي أي شيء. المهم جالس مشغول مع نفسه. ليش؟ لأنه حيتزوج بنت الشيخ تبعه. أثناء ما هو جالس يفكر قرع الباب، فلما فتح الباب وجد سعيد بن المسيب في وجهه. فإيش جاء في باله؟ قال له خلاص أكيد قال الآن رجع عن كلامه في تزويجه لابنته لي، لأنه شاف حالي فقير ومعدم ما عندي ولا شيء فعادي يعني. فإذا به لسه ما تكلم سعيد بن المسيب قال له هذه ابنتي التي زوجتك إياها اليوم، فخفت أن تنام أو لا لم أحب أن تنام لوحدك في البيت، يعني لازم يكون عندك أحد مؤنسك. فدخل بنته عنده خلاص وراح زوجها. هذا ما يفعله العلم طبعا. المهم لما أخذ زوجته هذا الرجل يعني قال شيخي وجاب لي بنته لين عندي يعني خلاص. المهم تزوج الرجل. اليوم الثاني قام يبغى يلبس ويخرج، قالت له زوجته إلى أين؟ قال له رايح مجلس العلم. قالت لا ما تروح مجلس العلم، إنما أنا أعلمك. جلس عندها أسبوع في البيت ما خرج لأنه متزوج بكر، لكن في الأسبوع هذا هي كانت تعلمه ما يعلمه في مجلس العلم. سعيد بن المسيب ما يعلمه سعيد بن المسيب في مجلس العلم، بنته كانت تعلم زوجها في البيت أسبوع كامل. لما ننظر لهذه القصة إيش نفهم نحن منها؟ هنقول أوه طبيعي يعني بنت الشيخ لازم تكون تعلمت يعني. طيب ماشي تعلمت، لكن لما جلست تعلم زوجها ما قال والله أنا تعلمني امرأة، ما قال بهذا الشكل، إنما تعجب من كثرة العلم اللي عندها والخير اللي عندها، فكان هذا أحسن الزواج. هذا نموذج لأنه المرأة كيف لما تتعلم تكون مفيدة لزوجها ولأولادها، وكيف الرجل يكون أساسا فيه خير لما هو يسمح أنه زوجته هي تعلمه إذا كانت أكثر منه علما، وما ينظر لها من مبدأ أنه أنا الرجل وأنت المرأة، كأنه أنا الأفضل وأنت الأقل. وهذا طبعا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل كشيء نفسي مختلف، يعني حاجات نفسية مختلفة، والمرأة مختلفة، لكنهم في التكاليف هما نفس الشيء. فما في أفضل وما أفضل في الموضوع هذا. إنما الله سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم قال إيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. فالنظرة الرجل إنه هو أنا أفضل من المرأة هي اللي تعوق دائما في إنه يقبل المرأة المتعلمة والمثقفة، وإنه يشجعها، وإنه يتباهى بها، وإنه يشيد بها، وإنه يقبل منها الكلام. إنما كل ما أراد إنه يقمعها يقول لها أنا الرجل أنا الرجل وأنا الرجل. وهذا اللي يخلي المرأة دائما في حالة يعني نفور وحالة احتقان وحالة غضب، فتوجه كل علمها وطاقتها وثقافتها في محاربة الرجل. فهنا نحتاج نحن نرجع خطوة إلى الوراء حتى ننظر كيف الإسلام نظر للرجل والمرأة ككيان مستقل، لكن هما متشاركان ويتشاركون في التكاليف والحقوق والواجبات. ومسألة طلب العلم والثقافة هي مما يعين على أداء هذه الحقوق والواجبات المطلوب منهم. في النهاية المرأة راح تسأل وتحاسب عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت أقل علما وأقل ثقافة أقل، مين اللي راح يتحاسب عنها؟ هي راح تسأل، وزوجها راح يسأل، أو أبوها راح يسأل، أو المجتمع راح يسأل، يعني الجميع راح يسأل.
فإذا المنجي الوحيد أو الأمر الوحيد الذي ممكن يساعد إنه الإنسان يكون عارف كيف يسير إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يعيش هذه الحياة الدنيا بالكيفية التي أمر الله، هي تأتي من خلال العلم، من خلال الثقافة، من خلال الفهم، وليس من خلال الجهل ولا من خلال تتبع آراء فلان، ولا مثلا ما يقوله زوجي ولا ما يقوله أخويا لأنهم أكثر علما مني. لا، مو من هذا الباب. عندنا من النساء مين؟ عندنا أم ابن تيمية، هي كانت امرأة عندها خير وتعرف فضل العلم، فعلمت هذا الفتى. طيب، والذي أصبح الآن نارا على علم. نحن لما نقول ابن تيمية نعرف تماما عن مين قاعدين نتكلم. فمن الذي علمه؟ علمه المرأة التي تعرف العلم وتعرف قيمة العلم، لأنه العلم في النهاية نور. طيب، وعندنا كمان مين؟ عندنا كمان أم سليم بنت ملحان زوجة أبو طلحة. لولا العلم الذي عندها، بهذا العلم هي حفظت نفسها أن تقع في الشرك أو في الكفر أو فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه القصة نعرفها نحن في التاريخ، أنه أبو طلحة عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما جاء أبو طلحة إلى أم سليم بنت ملحان حتى يتزوجها، كانت امرأة فيها علم وعندها عقل. فلما طلب زواج بها قالت له: يا أبا طلحة، أنت رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، كيف أتزوجك؟ هذا هو العلم. فزعل وراح، وجاها مرة ثانية عادت له نفس الكلام. ثالث مرة لما جات قالت: يا أبا طلحة، يعني عبد آل فلان يعني يصنع لك صنم من الخشب، وأنت رجل عندك عقل وعلم تعبد خشب؟ هذه الكلمات البسيطة التي قالتها المرأة بعلم وفهم وعقل هي اللي خلت رجل كأبي طلحة يدخل الإسلام، فأسلم على يد هذه المرأة. فهنا المرأة المتعلمة أو المرأة المثقفة واللي تعرف الحدود تبعها وكيف تستخدم هذا العلم بقوة، هي التي فيها خير للأمة ولزوجها، لأبنائها، لمجتمعها، لكل شيء من حولها. عندنا سؤال طيب، محمد جمعة أبو رشيد، عندنا سؤال: الآن لا زهد وورع العلماء ولا قناعة ولا طاعة البنات، فما الحل؟ في زماننا هذا لا ورع ولا زهد العلماء ولا قناعة طلبة العلم ولا طاعة البنات، فما الحل؟ الحل نحن ما نقدر نقول حلول جزئية، إنما لازم نسأل نفسنا ليش نحن وصلنا لكذا؟ أين الرجل؟ أين التربية الإسلامية في حياة الرجل؟ هل هي التربية هذه هي اللي بيربي فيها البنات والنساء وأهل بيته ولا لا؟ هل نحن قاعدين نعيش حياة يعني تحكم بالإسلام فيما بيننا على الأقل ولا لا؟ نحن لما نطالب النساء أن يكون عندهم علم وورع وتقوى وإلى آخره، طيب نحن نسأل الرجال: أين أنتم؟ النساء هم أساسا إيش؟ بالمظهر اللي يخرجوا به والحياة التي يظهرون بها هم يأتون من خلفية ثقافية معينة. يعني بمعنى أنه نحن لما نطلب تغيير شيء معين، أول شيء لازم نشوف نحن هل نحن قاعدين نعمل التغيير هذا الشيء ولا لا. إذا ما كنا قاعد نعمل تغيير هذا الشيء ووجود الشيء وعندنا تصور عن الشيء الصحيح الذي نرغب أن يكون موجود في حياتنا نحن، سواء كنا النساء ولا الرجال، إذا ما كان عندنا معرفة بهذا الشيء معناه نحن نحتاج نتعلم. أما نحن ننتظر والله النساء يتغيروا والرجال يتغيروا وإحنا قاعدين نتفرج عليهم كأن إحنا قاعدين نتفرج على مسلسل، فبالتالي ما راح يتغير شيء. لازم نكون نحن نمشي خطوة ناحية التغيير، نغير أفكارنا من خلال العلم النافع، من خلال العلم الذي يخلي عندنا وعي وإدراك وفهم لما نريد أن نكون عليه. مشكلتنا نحن بعض الأحيان أنه يكون عندنا هزيمة نفسية، فنبدأ ناخذ العلم كله اللي جاينا من الكفار أو من الغرب، وبدون ما نفكر ينفعنا ولا ما ينفعنا، يناسبنا ولا ما يناسبنا، يناسب بيئتنا، يناسب أفكارنا الإسلامية ولا لا. فلما نجي نطبقه نصير نتصادم مع أنفسنا ونتصادم مع كل شيء. فبالتالي كيف حيأتي الورع ولا التقوى ولا في طلب العلم؟ إنما الأعمال بالنيات. الإنسان أول شيء لازم يشوف نيته إيش هي في الفعل الذي يريد أن يقوم به، سواء كان في طلب العلم، سواء كان رجل أو امرأة، وفي طلب الثقافة وبذل الجهد والوقت والمال في هذا الأمر. إيش نيته؟ ليش يسوي هذا كله؟ حتى يقال عنه عالم، ولا حتى يقال عنه أي شيء آخر، ولا حتى هو يتعلم ويتغير ويساعد الآخرين في أنهم يتعلموا ويتغيروا ويكون عنده يعني تأثير في من حوله. نحن لما نشوف القصة كلها هي تبدو صعبة جدا، أن النساء يتغيروا ولا الرجال يتغيروا ولا شيء يتغير، الحياة أساسا تتغير. لكن النظرة الشاملة هذه هي
نظرة محبطة، والمفروض نحن ما ننظر زي كده. احنا ننظر دورنا نحن، أنا في إيش أبغى أساهم، في أي جانب أبغى أساهم. ربما لما أساهم أنا في دعم هذه المرأة في هذا الجانب، مثلا في التعلم، في يعني في توعيتها ومساعدتها في اختيار نوعية العلم والثقافة اللي لازم تحصل عليها، وأوفرها لبنتي وأختي وزوجتي، وأدفعهم وأشجعهم وأيدهم وأوقف في ظهرهم أنا كرجل. هذه أول خطوة أنا قاعد أمشي فيها في إحداث التغيير في المجتمع عندنا نحن، وفي تغيير رأي النساء ورأي الرجال في مسألة أن المرأة تكون متعلمة وواعية. ما نصير زي ما الناس تقول لازم دعم المرأة في التعلم وحقها في المش عارف إيش، واللي يطلع في الميديا يعني وفي الإعلام. ما نتبع هذا الكلام، لأنه هذا كلام ظاهره خير وباطنه شر. إنما نحن نتبع الفكرة اللي يدعو فيها الإسلام إلى طلب العلم وإلى أجر المتعلم وإلى ما له عند الله وما له في الأرض وما له من تأثير. هذه الأشياء كلها مهمة. في النهاية العلم اللي يكون لله سبحانه وتعالى لابد أن الإنسان يكون في داخل هذا العلم أصابه أو حصل له تحصل من خلاله على الورع وعلى التقوى وعلى مخافة الله سبحانه وتعالى، لأن العلم النافع هذا هو أثره، أنه ينير للإنسان طريقه في الدنيا وينير طريقه أثناء سيره في الآخرة. عندنا سؤال كمان اللي هو عندنا سؤال كيف تتنمر أو كيف يحدث أو أسباب تنمر المرأة المتعلمة والمثقفة على الرجل، أو كما حكم عليها المجتمع، كيف المرأة تتنمر على الرجل؟ تنمر المرأة على الرجل أو أنها ما تقبل منه هو يأتي من خلال أنها تشوف نفسها فوقه، فبالتالي لأني أنا متعلمة لازم هو يقبل مني، لأن أنا متعلمة لازم يسمع كلامي، لأني أنا متعلمة ما راح أخذ إلا متعلم، فأقلل من قدر الرجل، أقل مني علما، أقل مني ثقافة، الزوج الأقل. هنا يأتي التنمر، هو أنها تظهر نفسها فوقية يعني. لكن المرأة طبعا احنا قلنا إذا كان طريقة العلم ونوعية العلم اللي أخذته هو من العلم الذي ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى وتتعلم هي فيه وتستفيد وتتنور وتتغير، معناه هي بالعكس هذا العلم راح يخليها أكثر تواضع وأكثر خضوع لهذا الرجل. حتى لما تبغى تناقشه في شيء ما راح تكسر حاجز الأدب والاحترام والتوقير الذي للرجل أثناء الكلام. يعني مو عشاني أنا والله متعلمة معناها لازم أرفع صوتي وأتكلم معاه، ولازم معناها أنه أنا أفوز بالحوار ده كله وأصير عندي حالة جدل. لا، العلم اللي عند هذه المرأة إذا كان من العلم النافع هي حتعرف تماما أنها تخفض صوتها وتخفض أسلوبها وتشوف نفسها أنها هي أقل، وما تقلل من احترام هذا الرجل. ولما تختلف معاه في مسألة ما أو ما وضحت معاه هذه المسألة راح تكون تتعامل معها تعامل الطالب مع المعلم وليس المعلم مع الطالب، يعني ما راح تنظر للرجل أنه هو طالب. فهنا هو مشكلة المرأة لما تنطلق من علمها هذا أو من خلال علمها هذا وهي مشحونة ضد الرجل اللي دائما يقلل من قدرها ومشحونة ضد المجتمع، فتسيء استخدام هذا العلم بدل ما يكون سلاح تقف فيه مع الرجل ضد الدنيا وضد الجهل وضد الظلم، إنما تقف وتوجه هذا السلاح إلى قلب الرجل. وهنا يأتي التصادم والخلافات ويؤدي في النهاية الزواج اللي بهذا الشكل اللي دائما في حالة احتقان وحالة رفض كلا الطرفين للآخر من خلال العلم الذي يحمله إلى الطلاق. ودائما هذا اللي احنا نسمعه دائما، إنه المتعلمات أكثرهم طلاقا. وليش طيب احنا نقول إنه المتعلمة هي أقل رضا عن غير المتعلمة؟ لأن المتعلمة ما عاد يعجبها شيء، ما عاد يعجبها شيء. ليش؟ لأنه أساسا علمها هو هل هو من العلم الذي يحبه الله ويرضاه ولا لا؟ هل هو من العلم النافع ولا لا؟ ولا هو من علوم الدنيا وخلاص اللي أباهي فيه الناس وأشوف نفسي عليهم؟ هل هو من هذا الشيء ولا لا؟ عشان كذا المتعلمات هذا النوع من العلم هم أقل سعادة وأقل شعور بالرضا. تيجي واحدة مثلا تقول لي لا أنا أكثر سعادة، صح أنت أكثر سعادة لكنك أقل الرضا، ما يرضيك أي شيء. ليش؟ لأنه أنا خلاص العين صارت في وسع يعني في رؤية الأشياء، فبالتالي اللي كنت أقبله أول مثلا هذا الشيء كان يرضيني مثلا، لا ما عاد يرضيني. ليش ما يجيني شيء أحسن من كده؟ ليش ما أسوي شيء أفضل من كده؟ ليش ما يكون عندي بيت مثلا أجمل من كده؟ ليش ما يكون عندي أثاث أفضل من كده؟ ليش ما يكون عندي راتب أحسن من كده؟ ليش ما يكون عندي زوج أحسن من هذا؟ فيصير في عدم رضا بما هي عليه، وتبدأ هي تدخل في معارك
لا أول لها ولا آخر، ويسبب لها كثير من التعاسة والتعب. اللي احنا نبغى نقوله في ختام هذه الحلقة في برنامج خطوة مع موضوع كيف ينظر الرجل إلى المرأة، إن إحنا نبغى نقول إن الرجل، أيها الرجل، انظر للمرأة أنها هي بحاجة أنها تتعلم كما هي حاجتك أنت. إذا أنت انشغلت في طلب الرزق والتوسع فيه، فلا تسمح للمرأة أن تبقى جاهلة، إنما ادفعها دفعا للتعلم، لأن هذا العلم فيه خير لها ولأبنائك ولك أنت. وإحنا نقول للمرأة المتعلمة والمثقفة لا تستخدمي علمك هذا بالكيفية التي تغضب الله سبحانه وتعالى وتوجهيها إلى قلب الرجل الزوج أو قلب المجتمع أو قلب موازين أي شيء، إنما استخدميه كسلاح تحاربي به الجهل وتساعدي فيه في الوعي والنهوض، ونحن نكون أمة واعية وذات علم ومن الأمم التي يحبها الله تعالى ويرضى عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعيننا على أن نستقبل أيامنا القادمة كلها بخطوات من السعادة والنجاح والتوفيق والوئام والوعي في حياتنا القادمة. كنت أنا معاكم خديجة برهان في برنامج خطوة، يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد، وأترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله. تمايلت